أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية في خبر عاجل عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية من طراز شهاب 3 وخيبر باتجاه أهداف داخل إسرائيل، وذلك في أعقاب إعلان طهران مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في عملية وصفتها بالعدوانية. وبحسب البيان الرسمي فإن الضربة الصاروخية استهدفت وبشكل مباشر مكتب نتنياهو في تل أبيب. مصادر متطابقة أشارت إلى أن أحد الصواريخ أصاب محيط مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى أضرار مباشرة في المبنى دون صدور تأكيد رسمي حول حجم الإصابات البشرية حتى الآن. الجيش الإسرائيلي أعلن حالة الاستنفار القصوى وفعل منظومات الدفاع الجوي في محاولة لاعتراض الصواريخ، مؤكدا أن الرد سيكون حازما وقاسيا. في المقابل شددت طهران على أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع، محذرة من أي تصعيد إضافي. وفي تطور لافت، تداولت وسائل إعلام دولية تقارير غير مؤكدة تفيد بمغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي البلاد عبر طائرة رئاسية خاصة، متوجها إلى واشنطن لعقد اجتماعات طارئة مع مسؤولين أمريكيين في خطوة تعكس خطورة الموقف وتداعياته الإقليمية والدولية. البيت الأبيض لم يصدر تعليقا فوريا، فيما دعت عدة عواصم عالمية إلى ضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة واسعة قد تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها. هذا وتبقى الصورة ضبابية في انتظار بيانات رسمية إضافية وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع ودخول أطراف إقليمية أخرى على خط المواجهة. بالفعل أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق موجات واسعة من الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ما وصفته طهران بالجريمة الكبرى. التقارير الميدانية تشير إلى سماع دوي انفجارات قوية في تل أبيب، حيث أطلقت صفارات الإنذار في أرجاء المدينة. الحرس الثوري أكد استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية حيوية، منها مقر القيادة العسكرية المعروف بهاكيريا في تل أبيب، بالإضافة إلى مجمعات للصناعات الدفاعية.